عمرك سألت نفسك إزاي كلمة صغيرة ممكن تخرب بيت أو تدمر أجدع صحوبية؟ قصة النهاردة من التراث بس بنعيشها كل يوم في حياتنا، قصة الأسد والثور وإزاي الأسافين قدرت تكسب الجدعنة. في غابة بعيدة كان في أسد قوي جدا ومسيطر على الغابة كلها. في يوم من الأيام الأسد ده اتعرف على ثور ذكي ومخلص، ومع الوقت العلاقة بينهم كبرت وبقوا أكتر من إخوات. الثور بقى هو الدراع اليمين والمستشار الأول للأسد. الأسد ما بياخدش قرار من غيره ومفيش حد في الحيوانات بياخد غلاوته. بس الحلو دايما ما بيكملش، النجاح والمقام العالي دايما بيعملوا أعداء. هنا بقى بيظهر دمنة، وده كان ثعلب من حاشية الأسد القديمة، ودمنة ده كان هيموت من الغل والحسد. ازاي الثور ياخد مكانه ويبقى هو الكل في الكل؟ فقرر يضرب ضربته ويستخدم اخطر سلاح في الدنيا وهو الوشاية ونقل الكلام. عمنا دمنة راح للاسد وعمل نفسه خايف على مصلحته طبعا، وقال له بصوت واطي: يا ريس، الثور بيلعب من وراك وبيسخن الحيوانات عليك، وعينه هتروح على الكرسي بتاعك. وبعدين جري بسرعة جدا وراح على الثور وعمل فيها الصاحب الجدع، وقال له: خلي بالك يا صاحبي، الاسد بيعلفك علشان ياكلك قريب، جهز نفسك وخد حذرك علشان هيغدر بيك. الاسد والثور اتقابلوا وكل واحد فيهم شايف التاني متحفز جدا وجاهز للضرب.